السلام عليكم، انا عبد الرحمن رجب، وده تاني فيديو في سلسلة ستيمر without ستيم. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن المقدمة وايه اللي هنعمله يعتبر في السلسلة دي، والفيديو ده هنتكلم اوفر فيو كده عن ايه اصلا ستيم ومميزاتها وكده. انا قلت ان احنا مش هنركز قوي على المميزات والعيوب، بس عايزين نفهم الاول ايه الفرق، بحيث ان احنا قدام نبقى احنا فاهمين احنا عايزين نعمل ايه. طيب، ستيم بتختلف عن ثانوي عام في ايه؟ الفكرة ان ستيم فيها اول حاجه ان مفيش منهج محدد، كتب موجوده بنذاكر منها وخلاص وبنخلصها ونمتحن عليها. يعني مش هنلاقي مثلا ان انا رايح اجيب كتاب الامتحان عشان هو ده اللي انا ذاكرته مش هلاقي براه وخلاص كده، لا. ستيم بتبقى المناهج بتاعتها مختلفه، بيبقى موضوع قايم اكتر على الريسيرش. ممكن ريسيرش في كتب ثانويه عامه عادي، ممكن الريسيرش في كتب ريفرنسز خارجيه، او لو سايتس يوتيوب او اي اكسترنال سورس تاني. ممكن ان انا الاقي المناهج بتاعتي واجيبها من اي مكان تاني، لكن مش منهج محدد هو اللي موجود. فور اكزامبل، ان احنا ممكن نقول مثلا، وعشان علم رياضه بالمناسبه، فممكن نقول مثلا ان احنا عاوزين نعرف حاجه عن التريجنومتري، او بالعربي اسمها علم المثلثات. فاحنا عاوزين نعرف حاجه عن التريجنومتري، مش عندنا كتاب موجود بيقول لنا التريجونومتري فيها كذا كذا، والكتاب ده مش هيخرج الامتحان براه، لا. اللي بيبقى موجود معانا ان هو بيديلك عناوين، ويقول لك والله عنوان تريجونومتري مثلا، يديلك تريجونومتري ويديلك عناوين تحتها، وبالتالي انت تبدا تسيرش على العناوين دي في اي مكان انت عاوزه، وتبدا تفهم وتعرف اكتر الحاجات اللي تقدر تلمها عن الموضوع ده، وبعد كده بتخش الامتحان. لميت زياده لميت ناقص، محدش ليه دعوه، لان هو مفيش ليميت معين للمنهج. دي ممكن يبقى فيها عيوب ساعات، ولكن فيها ميزه كويسه جدا، ان هو بينمي جواك فكره الريسيرشر، ان انت مفيش ليميت هتقف عنده، وانت دايما بتدور على الاكتر والاكتر والادق والاصعب دايما، وتحاول تدور على احسن المصادر اللي تتعلم منها، مش مربوط بس بمستر او مدرس او كتاب او اي حاجه زي كده. لا، ده انت كمان بتقدر تروح لاماكن بره والحاجات بره ومصادر تانية تقدر تجيب منها الحاجات اللي انت عاوز تتعلمها عموما، وتختار في المكان اللي انت عاوز تتعلمه. دي من اهم الحاجات اللي بتفرق ستيم عن ثانويه عامه. تاني حاجه شغل البراكتيكال. فكره ان هو بيأهلك للسوق الخارجي عموما، في ان انت بتعمل حاجات بايدك. في اوقات هتلاقي ان انت بتطبق الحاجات اللي انت اتعلمتها في البروجكتس اللي هتعملها براكتيكال، واوقات لا. بس فكره ان انت يديلك بروبلم من الاول وانت تحاول تحلها طول الترم، لان هو كل ترم بيبقى فيه بروبلم موجوده، بروجكت هتعمله. البروجكت ده عباره عن تشالنج موجوده، وانت بتحاول ان انت تحلها على مدار الترم. ففكره ان انت يديلك بروبلم وانت تحاول تحلها، سواء كانت ريليتد للمنهج بتاعك وشغلك او لا، دي نفسها بتنمي عندك فكره السولفينج، وان انت تحاول تمشي دنيتك وتحل المشكله، وتحاول ان انت تحسن من الوضع، وتحاول ان انت تبقى تفشل في اوقات ويجيلك نيجاتيف ريزلتس كتير، وتحاول ان انت تحسنها، وهكذا. ده فرقين كبار قوي من بين ستيم ومن بين ثانويه عامه. هو شغل البراكتيكال، ان احنا بنشتغل وبنعمل مشاريع بتنمي عندنا حته البروبلم سولفنج، وبتجهزك للسوق الخارجي وكده، والتعامل التعامل مع العبث اللي بره، وتهندل الدنيا دي بناء على الفكره هنا. والنقطه التانية هو ان انت ما عندكش ليميت، انت بتريسيرش في اي مكان وفي اي وقت عادي جدا. دول فرقين اساسيين. في فروق تانية هنتكلم عنها على مدار الفترات اللي جايه ان شاء الله في السلسله، ولكن دول فرقين اعتقد ان هما من يعني اكبر فرقين موجودين في ستيم تقريبا عن ثانويه عامه. فاحنا عاوزين ان احنا نأهل نفسنا لده بقى بعدين، وده هنكمل بيه ان شاء الله في الحلقات اللي جايه ان شاء الله.